السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم رح نشوف كيف رح نحضر كريسبي جدا طرية رائعة. طبقة كريسبي من برا كتير مقرمشة وكثيفة، اللون المطلوب، طراوي من الداخل. وكمان ان شاء الله رح نحضر التبولة. رح نشوف كل هدول الخطوات بالفيديو، تابعونا للاخر. بالبداية للتتبيل قطع الدجاج رح احط كوب من الحليب، وهيدا حليب مش لبن. رح احط معهم كمان ملعقة من الخل وملعقة من الملح. طبعا فيكن تكتروا ملح او تقللوا حسب الرغبة. التوابل اللي رح نستخدمها كمان رح احط معهم ملعقة صغيرة من الفانيليا، رح يساعدنا نتخلص من الزفرة والزنخة من الدجاج. ورح نحط معهم ملعقة صغيرة من الفلفل الابيض، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، ملعقة صغيرة من البصل الباودر، وتقريبا ملعقة ونص صغيرة من الثوم الباودر. طبعا فيكن تكتروا بهارات اكتر حسب انتو شو بتحبوا. اذا بتحبوا طعم البهار يكون طاغي فينا طبعا نكتر. هون بحركن كتير منيح. وهلا رح نزل بقلبن قطع الدجاج. القطعة اللي بتحبي انك تكون كريسبي فيك تختاريها. فاذا رح نزل القطعة كلها وحركن كتير منيح. ومن بعدها طبعا اي شي بس نتبله، اي شي بالنقع كل ما نقعناه فترة اطول كل ما بيعطينا نتيجة احسن وطراوي اكتر. انا بالنسبه لي نقعتهم بس ساعتين، يعني مينيموم لازم يكون النقع ساعتين. واذا تركناه من يوم لتاني يوم طبعا بيعطينا نتيجه افضل. هلا بعد ساعتين بعد ما شلتهم من البراد، عندي هون الطحين ما حطيت بقلبه شي ابدا، ولا ملح ولا اي توابل. رح اخد شوي من الصلصه اللي نقعنا فيها قطع الدجاج ورح احطهم فوقهم. بهذه الطريقه رح نحصل على طبقه مقرمشه اكتر من الكريسبي. وهلا باخد قطعه قطعه وبلتها بالطحين. راح ارجع احطها بالصلصة اللي نقعت فيها قطع الدجاج، ومن بعدها راح ارجع احطها مرة تانية بالطحين. بهذه الطريقة راح نحصل على طبقة من الكريسبي مضاعفة مقرمشة اكتر، وراح تطلع اطيب ان شاء الله. فينا اكيد نحطها مرة واحدة بالطحين ونكتفي بهيدي المرة وبعدين نحطهم بالمقلية، هيدا الشي اختياري. بس اذا بدك طبقة مضاعفة من الكريسبي راح نحطهم مرتين بالصلصة وبالطحين. وطبعا بنفضها كتير كتير منيح من الطحين. بهذا الوقت بنكون محميين المقلي على درجة حرارة مرتفعة. بس لما رح نبلش نحط قطع الدجاج بقلب المقلي رح نخفض الحرارة لمتوسطة وبلش نزل القطع. رح احط بقلب المقلي على قد ما بتساع عندي. فاذا لازم درجة الحرارة بهذا الوقت تكون منخفضة مشان الكريسبي يستوى من جوا ومن برا. بس اخد لون ذهبي على اول ميل رح انقله على الجهة التانية، نقلبه بهيدي الطريقة. ورح انطر كمان لياخد لون ذهبي على تاني جهة، ومن بعدها بصيروا جاهزين ولا احلى من هيك. هلا رح ننتقل لتحضير التبولة. طبعا انا التبولة حضرتها لما كنت عم بنقع على الدجاج، يعني اثناء الساعتين اللي ريحتهم بالبراد كنت عم حضر التبولة، بس ما حبيت اقطش لكم يعني قبل وبعد. بالعادة انا ما بقشر البندورة الا اذا كانت القشرة كتير لحالها عم تفصل، بس هون اول حبتين شلت القشرة مشان زين فيهم الصحن بالاخر. ومثل ما كلنا بنعرف انه التبولة لازم تكون قطع صغيرة، يعني الفرم لازم يكون كتير ناعم. بالبداية بلشت بتقطيع البندورة، ولما خلصت تقطيع البندورة انتقلت للبقدونس. مكونات التبولة الأساسيين للناس اللي من خارج لبنان ضروري يكون في بقدونس وبندورة، هدول المكونات الأساسية. الخس والنعنع والبصل في حقيقة يعني هدول إذا كانوا موجودين كتير منيح، إذا مش موجودين يعني لا بأس. وطبعا الفرم كله لازم يكون ناعم. فينا نستغني عن الخس وفينا نستغني عن النعنع في حال ما كان متوفر، بس إذا متوفر طبعا بيعطينا تبولة أطيب. بالنسبة لإلي هيدي أسهل طريقة لأقطع فيها الخس. بحط الوراق فوق بعضهم وبعدين بلفهم هيك، بدل هيك متحكمة فيهم يعني ما بيفرفتوا كل شوي. فالفرم بهيدي الطريقة جدا سهل. رح تقولوا لي رح يطلعوا طويل وهيك ما بعرف كيف. رح أقولكم رح أرجع أبرمهم وأقطعهم كمان شوي لينعموا معي. فإذا هيك خلصنا من الخس. بالنسبة لإلي دايما بترك النعنع والبصل لقبل التتبيل ب5 دقايق، لأنه النعنع بيسود والبصل بمرمر. فإذا النعنع كمان رح نقطعه بشكل ناعم
والبصل كذلك الأمر. في حال متوفر بصل أخضر أكيد رح يطلع الطعم أطيب والنتيجة أحسن، بس في حال مش متوفر بصل أخضر فينا نستبدله بالبصل اليابس، رح يعطينا نفس الطعم. فإذا كمان لازم نقطعهم بشكل ناعم، والبصل لازم يكون أنعم من غيره. وفي حال ما بتحبي البصل بقلب التبولة فيكي تستغني عنه نهائيا. بالنهاية الأكل ذوق وحسب رغبتك. أنا عم بحكي هذه المعلومات للناس اللي من برا لبنان اللي ما بيعرفوا شو هي التبولة. هلا رح نجيب الليمون الحامض. كمان بالنسبة للملح والحامض يعني ما في كميات محددة، انت قد ايه بتحبي نكهة الملح تكون ظاهرة او حتى الحامض، على هذا الاساس بتزيدي الكمية، انما ما في كميات محددة ابدا لتوابل التبولة. هلا رح حط الحامض، حطينا البرغل الاسمر الناعم، وعنا زيت الزيتون، ضروري زيت زيتون، وكمان رح نحط الملح. هلا بعد ما جهزت معنا التبولة وتبلناها بكل مكوناتها، هلا صار فينا نحركهم كلهم مع بعضهم لنحصل على التبولة اللبنانية الأصلية. فإذا وبس بدكم تدوقوا، ملاحظة كررتها كتير ورح ضل كررها، بس بدنا ندوق منجيب صحن ومندوق على جنب، أكيد ما رح ناكل من جوت اللي بدنا نقدم فيه لأنه مننزع الطبخة. إذا كانوا تمام دغري مباشرة بنحطهم بصحن التقديم. هون عندي زينت الصحن بورق عنب أخضر، وحطينا التبولة، وطبعا رح نستخدم القشور البندورة اللي شلناها بالأول، ورح أعملها على شكل وردة كتير سهلة، بس ببرمها هيك حول بعضها ورح نحصل على الوردة. عندي كم ورقة من الخس، يعني قلب الخس الوراق الصغار، كمان رح زين فيهم. رح كمل تزيين بقشور البندورة، وهيك صار معنا أطيب صحن تبولة. يعني أنا اللي عملتن وأنا اللي أكلتن ما شاء الله، وهلأ أنا وعم منتج الفيديو كمان كتير اشتهيت. فإذا هيك بنكون حضرنا كريسبي جدا طرية رائعة، يعني طبقة من الكريسبي رائعة من القرمشة، الطعم كتير طيب طراوي، وحضرنا حدهم صحن التبولة اللي بشهي. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة. انتظرونا بفيديوهات قادمة إن شاء الله. إلى لقاء مقبل إن شاء الله.